ارتدت حلبة مرسى أبهى حللها وهي على استعداد لاحتضان أهم الفعاليات الرياضية بمشاركة عدد كبير من أفراد المجتمع، بيد أن اللحظة الفارقة تجسدت في هذا المشهد. الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتواضعه المعهود وقربه من أفراد المجتمع ها هو يشارك في ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية ضمن برنامج تدرب في ياس. اقتربنا من سموه وكانت تلك الحروف التي تعودت رسم معالم الابتسامة على الوجوه. مشاركة وايد حلوة، خاصة لما تشوف 2000 واحد معك، اللي يجري، اللي يعمل بايسكلينج. لكن مش هذا المهم. المهم ان كل واحد طالع في عيونه مبتسم، هذا المهم. الله يديم الفرحة ويديم عز البلاد ويحفظنا ان شاء الله. شكرا يا بنتي. وكانت الابتسامة هي العلامة الأبرز في حلبة ياس. وجود سمو الشيوخ أعطى للمكان روحا من الفرح والسعادة. مبادرة حلبة ياس المجتمعية لا تتوقف ولا تنتهي أبدا، واليوم حققت تلك المبادرة نجاحا كبيرا بدعم ومشاركة قيادتنا. ما في شك أن مشاركة سيدي سمو الشيخ محمد في هذا اليوم الرائع هو تشجيع لنا جميعا على ممارسة الرياضة وعلى الحصول على صحة أفضل. طبعا ما في شك أنه كان في صعوبة كبيرة جدا، أنا حاولت أن أسبقها اليوم لكني لم أتمكن. طبعا هي دعوة من سمو الشيخ محمد بن زايد الله يطول عمره بمشاركته ومشاركة إخوانه الله يطول عمرهم. المبادرة صراحة وايد زينة، نشجع نحن الحياة الصحية، حياة الرياضة. وكان التنافس على أشده وسط أجواء من المرح على أرض الحلبة، والهدف الأسمى هو تجسيد سلوك رياضي يحفز أفراد المجتمع. فللرياضة مردود إيجابي وصحي على الإنسان تساعده على الحياة بشكل أفضل، إضافة إلى فوائدها الكبيرة في التقليل من مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.